اهلا اهلا اهلا. انا قررت فجأة كده ان انا اسجل كالعادة. ودلوقتي الساعة تقريبا 6 هنا في ماليزيا. كنت عايز اتكلم عن البيوت، تكملة بقى الجزء، ان شاء الله يكون يمكن الاخير الا لو بدأت اشوف تجربة تانية في الموضوع ده. ولكن بالسريع كده، في اليومين اللي فاتوا او الثلاث ايام اللي فاتوا الاربع ايام كنت قاعد بنزل اشوف شقق هنا. فيجب تعرف الحاجات اللي انا هقولها لك في الفيديو ده عشان تسهل عليك انك تلاقي عموما في ماليزيا او في اي حتة. اول حاجة، الشقق هنا متوفرة كتير جدا. انت بس اللي عليك تدور اكتر من مرة. بس خد الحاجات دي في الحسبان. اول حاجة اللي انا لاحظتها لما كنت بنزل بنفسي، ما كانش ساعات بيفيدني قوي الا في المكان اللي انا فيه ده. فادني ان هم كاتبين زي ليست بالفلوس اللي هم بياخدوها. غير كده حكاية بتكون مموهة جدا. يعني رحت الاماكن كانت في الجوجل ماب مثلا، بنقول يعني ب10، هو بيحاسبني عليها ب50. فانت حط دماغك الحتة دي ان هم ساعات بيعبطوا. حاجة تانية، لاحظت كذا واحد لما كنت بروح في الفنادق كان بيقول لي شوف الموقع. فالحكايه دي كانت بتضايقني. Booking what? Okay, no problem, but I want to know how much it costs. It If will be you between what? if you walking, they will charge 100 per day, per night. If you booking online, you will get cheaper price. Yeah, لان انا ماشي لك مثلا. يعني انا مثلا تخيلوا انا ماشي مع جوجل ماب، فبشوف الاوتيلات اللي هم بيكونوا جنب بعض بس على الماب. هم انت بتيجي بتشوف بتلاقي كل واحده والتانيه بينها ربع ساعه مثلا. فانت بتقعد تمشي يجي ساعتين ونص 3 ساعات. فانك تروح لحد بتكون تقيله قوي بعد ما بتوصل له بعد ربع ساعه. بعد ما انت شفت في الموبايل بتاعك ان هو على بعد ربع ساعه ومشيتها، يقول لك الاحسن تشوف على النت. طب هو حضرتك قاعد ليه؟ دي برضو حاجه لاحظتها، فالافضل فعلا انك تشوفه على النت. من اهم الحاجات اللي انت لازم تلاحظها في المكان ده، انا كنت جيته وكان كاتب ليست. فانا شفت الليست فبيحطوا حاجة اسمها اللي هي حاجات للسياح، اللي هو ضريبة السياحة. فيعني بيحط في اكتر الاوتيلات اللي انا شفتها 10، العملة بتاعتهم اللي هي رينجت، 10 رينجت على كل يوم زيادة. مكان مثلا اللي انا باخده بيكون في حدود 1300 مثلا. دي من اقل حاجات وفي افضل حاجات. يعني انا هوريكم الاوضه زي ما انتم شايفين، في سرير، في لقيت كمان في الاوبشن ده، وهقول لكم خلوا بالكم من الحته دي. في تلاجة، ودي من اهم الحاجات اللي انت تكون عندك بالتمن ده اللي انا اكتشفته. في طبعا كاتل وكوبايات والدولاب، وفي دايما في استشوار في الحمام كده لو انت بتعمل يعني شعرك. واكتر الاماكن بتحط التمن ده او اكتر. هو كان بيحطوا تمن 50 رنجة تكلفة لو انت بتشرب سيجارة. بس المكان هنا حاطط 50 هنا، بس حاطط هنا ورقة شايفين 500. فبياخدوا الحكاية دي جد اوي هنا، حكاية السجاير دي. فخلي بالك. وكمان عندهم في المترو كمان بلاوي بقى، اللي هو بيقولك 10,000 لو لقوك بتشرب سيجارة. 10,000 دي تمن وقدره. 10,000 رينجت، وممكن تتحبس 3 سنين. بياخدوها حكاية جد جدا، extremely serious معاهم. فخلي بالك من الحتة دي. لك الحتة دي، انا كنت رايح لمكان الاولاني. انا جيت هنا في الاول خالص ان انا كنت قاعد في برج، فانا كان كل في دماغي ان هو هنا كده. بس طبعا تكلفة البرج هنا كل ما تقرب من الKLCC او البرجين التوأم، الاتمام بتبقى خرافية. يعني ممكن التمن اللي انا قعدت بيه في البرج ده احط عليه مثلا، لو انا عايز اقعد بنفس الامكانيات اللي فيه كله، 5 اضعافه مثلا. ولنقل مثلا انا كنت هناك ممكن اخده في الوحدة فيه ب2200 مثلا. اضرب في 3 أو 4، وفي 5 وفي. بس بقولك الطبيعي هنا اللي هو بتبدأ لو انت هتقعد نفس الكواليتي شوية هتبقى كده. بس في عروض تانية بتبقى احسن. وخلي بالك زي ما قلت لك، انا رحت في ابراج هنا، بس مش هينفع اوريها لكم عشان انا قعدت هنا في ابراج يعني جنبي عشان خصوصية يعني وكده.
في براو جنبي هنا سألت عنها، كان السعر تحفة، كان تقريبا 1800 وتقريبا هيوصل ل2000 وشوية. ليه؟ لان في زي ما قلت لك في للتورست، في دايما هيحط لك على الاقل زي 10 رينجت كل يوم زيادة. فانت حط دي في دماغك، يعني انت هيحط لك زي 300 رينجت زيادة، سواء بقى المكان انت قعدت فيه انا معرفش دي موحدة ولا ايه، بس انا لاحظتها اظن موحدة. فدي من الحاجات اللي عندهم كلهم هنا. في ايه تاني؟ يعني انا رحت، ده كان ب1800، اما رحت المكان قال لي ب3600. ففي الحالة دي النت افضل. شوف فرق قد ايه، وبنفس المكان، نفس كل حاجة، مفيش اي حاجة مختلفة. انا مش بكلمك دلوقتي انت معاك او معايا ومش معايا، لا انا بكلمك ان نفس الشيء، نفس نقول التفاحة، انت لو انت خدتها من النت هتاخدها بجنيه او بريال، هتروح عندهم ممكن يخليها لك ب10. فاهم؟ فانت لازم تكون مصحصح. حاجة تانية، لو انت جاي من ماليزيا، جاي ماليزيا اول مرة ليك ورايح الاوتيل، اوعى تركب العروض اللي هو بيكون جايبها لك الاوتيل، اوعى، حركة خطر جدا. انا لاحظتها امبارح بالحظ. انا رايح في تطبيقات انت المفروض تستخدمها احسن من اللي هو كاتبها لك دي. في تطبيق انا قلت كذا مرة، جراب، وفي بولت، وفي اوبشنز تانية، بس دول من اهم الحاجات المعروفة هنا، زي اوبر عندنا او ان درايف والحاجات دي. مهم جدا انك تركز انك ما تاخدش اي حاجة اللي الفندق بيبعتها لك. ليه؟ لان امبارح لاحظت ان الفندق كان كاتب انا رايح له، كان لو انا رحت له الفجر كنت هروح ب29 رينجت في بولت، او ساعتها كمان كان في جراب، اول مرة الاقي جراب اقل من بولت. اضطريت ان انا استنى مثلا للساعة 12، دفعت تقريبا 50. هو بالوقت بيتجني كده، عشان ساعات اما تكون الدنيا زحمة او كده بيحسبوها للراجل اللي انت في الوقت ده كنت ممكن تروح مشوار اسهل مثلا، مش عارف حسابتهم ازاي، بس كان ب50. في المكان كاتب لي اللي انت هتيجي هنا ب400 وفي اكتر. في كذا يا جماعه نوع عربيات، انا عايز اوريكم الاوبشنز. هتلاقي ان هما بيعمل لك انت عايز عربيه خاصه ستاندرد ولا برايفت ولا 6 راكب ولا اكتر، وكل واحده بتمن في الليست دي. الطبيعي اللي انت بتروح للستاندرد، ده الطبيعي اللي انت بتاخده. اما انا بكلمك هنا لازم تكون مركز، شايف ضربها في كام؟ فانت لازم تكون مصحصح جدا هنا في الاتمان. وانا بقول لك اهو، سايف الفيديو ده عشان لو انت موجود هنا، سواء دي اول اسبوع ليك او انت ناوي تيجي او الحاجات دي، عشان انا عرفت هنا في عرب كتير جدا. ما كنتش اعرف الحته دي، انا كنت اعرف ان العرب بيروحوا ماليزيا اكتر عشان كنت في فيتنام قبلها، بس لا، في هنا عرب كتير. في هنا انا ما كنتش بشوف عرب في فيتنام، ما فيش تقريبا، ما افتكرش ان انا شفت قبل كده عرب. بس هنا لا، هنا في عرب كتير، فانت حط بالك الحته دي. في الفنادق برضو هتجد ان في لازم بينضفوا لك طبعا كل اسبوع على الاقل مره. حط دي في دماغك. انا عندي كان كاتب كل اسبوع مره، بس جه امبارح قال لي احنا بننضف كل يوم على فكره. فايه كل يوم هو بيعمل زي تشيك، انت عايز تنضف مثلا، فانا بقول له انا عايز، طب لو انا مش عايز مثلا لمده يومين جايين، انا حاسس ان انا مش عشان انا باكل مثلا بره او كده، فحاول بص ما تجيليش الا بعد يومين مثلا، او انت تحدد معاه. بس غير كده هو ممكن يجيلك يوميا او يجيلك اسبوعيا مره على الاقل، ده لازم. وهيغير لك كل حاجه، السرير بكل حاجته، ولو عندك اي حاجه تتنضف او عايز ينضف لك الارضيه، كل حاجه هينضفها لك، عشان دي من اهم الحاجات هنا. ليه؟ هو بس فانت لازم الحاجات دي تكون موجوده عندك. طبعا هعمل فيديو تاني، ممكن اقفل الفيديو واصور لكم بقى فيديو عن الاكل برضو عشان اكون محدد معاكم اكتر. انا ما بكون انا بحب وانا بمشي اكلمكم طبعا واقول لكم التفاصيل دي، بس انا عشان الموقف ده اتعمل قدامي مره واتنين وتلاته قلت لازم اعمل عنه فيديو. انت طبعا في اوبشنز قبل ما اقفل، انا عملت فيديو بس لسه ما نزلتوش. اللي انا اضطريت اللي انا اتلخبطت في المواعيد، فطلعت اللي انا خلصت اليومي، انا فاكره هيبقى بكره، يعني اللي انا هخلص كده العقد بتاعي بتاع الشهر، اتاري انا نسيت اليوم ده. يعني شفت اليوم اللي انا داخل فيه كان 9 وانا المفروض همشي 8 مش 9، فانا فاكر 9، شفت العكس. فاضطريت اللي انا اشوف اي مكان، لان انت كل ساعة بتقعدها انت بتدفع.
بتدفع زيادة، ما بتبقاش حاجة كتيرة بس بتدفع زيادة، فليه تدفعها؟ بتبقى 10 رينجت كل ساعة زيادة. ولو قعدت ساعتين بتبقى زي 30، مش لازم تبقى 10 كل ساعة، بيزودوها لك ساعات عشان يخليك تسرع او تاخد قرارك يعني عايز تقعد ولا لا. المكان اللي انا كنت فيه بصراحة انا ما اقدرش اديه النجوم الواو دي، لان نفس الكوانتيتي اللي هو نفس التمن بنفس كل حاجة. انا هنا قاعد وبتضطر تجيب حاجه مثلا صغيره عشان انت بتقول ايه فايده ان انا اجيب حاجه كبيره. يعني انا كنت بتواجهني مشكله ساعات ان في حاجه اسمها كيكي، هعمل برضو عن فيديو الاكل اللي بعدها اللي هسجله، عامل زي 7-11 هو سوبر ماركت كده، الحكومه هنا بترعاه. يعني ايه؟ يعني بينزلوا عروض، بيقول لك كان في شهور بقى اللي انا بكلمكم عنها ده، في مثلا 2 حاجه ساقعه بتمن واحده، فانا ساعات ما كنتش بجيبها. ليه؟ لان عقبال ما بتقعد عندي بتسخن، فانا ايه الفايده اللي انا هنزل هدفع قد التمن عشان اجيب كوبايه من 7-11 تلج بيسخن بيسخن بيسخن؟ فبقول ايه الفايده اللي انا هحطه هنا يسخن؟ فاهمين الدماغ؟ فانت لا، لو انت معاك تلاجة ممكن تجيب بقى 2 لتر عادي، لتر فيقعد معاك مثلا لو حاجه ساقعه. لو اكل تاني تعرف تجيب حاجات تحطها هنا وتشوف دنيتك. يعني لو انت في مكان فيه كمان اسمه ايه ده بوتاجاز، لا تعرف تجيب بقى حاجتك كلها. فاهمين الفرق؟ فالحاجات دي حطوها في دماغكم. كنت في حاجه عايز اقولها لكم برضو وانا نسيتها دلوقتي. يعني المكان مثلا اللي انا فيه بيفرق اما انت بتقعد يوم او بتقعد اسبوع او بتقعد شهر. المكان اللي انا فيه ما يستحقش التمن اللي هو كان واخده ده. ليه؟ لأهم حاجه الصوت. في هنا عيب بسيط عشان اكون صريح برضو، هو هنا مش حكايه زي التاني ده كان يعني بسميه بانكاي بالياباني اللي هو بعد الاوفر. ليه؟ لان انا حرفيا كنت بسمع الناس اللي جنبي اي شيء، يعني لو بيوقع قلم، لو وقع اي حاجه بسمعه، فكانت حاجه رزله جدا جدا يعني. فدي كانت من اوحش حاجات هناك. و هناك الحاجه الوحيده اللي كانت عجباني في المكان كله غير الكوين بيد اللي هو السرير الكبير، السمارت تي في. هنا مشكلته هنا مش سمارت تي في، وتقريبا هضطر ان انا اجيب وصله اتش دي ام اي عشان اعرف اوصل لو انا احتجت يعني. اصلا انا كده التلفزيون زي عدمه، انا بضطر اتفرج هنا على الاولى والتانية عندهم اللي هو حاجات انا مش فاهم اصلا عايزين ايه. فالحاجات دي يعني انت بتحطها في دماغك. المكان اللي بقولك اللي انا فيه في اليوم ممكن يحط لك يعني انا كان عايز يحاسبني في اليوم 100 وحاجه 130. المكان ده يا جماعه لا يستحق بكل الاشكال 130 دي، ولا يستحق نصها حتى. وعلى النت انت طبعا لو انا باخد شهر بيحسب لي المكان نفسه اللي انا كنت فيه بحاجه و40 داخل على حاجه و50، ده الطبيعي بتاعه. اما انت تقول لي اليوم بتاعك كده انت كده بتستغلني. فانت دايما تحط في دماغك ان المكان لو ما فيهوش تلاجة، لو الاصوات فيه مش لطيفة، او الحاجات الاساسيه اللي انا قلت لك عليها دي زي النظافه، زي التلاجة لو في الثمن اللي انا بقول لك عليه في حدود الاثمان اللي انا بقول لك عليها دي، النظافه، الكاتل، الكوبايات، الحاجات دي مهمه يا جماعه. ما تستقلش منها. انت ممكن ما تحسش بيها لو انت بتقعد يوم بس، لو انت هتقعد شهر لا هتحس بيها وهتستفيد منها. انا عرفت ده كله ليه بقى؟ عشان انا اضطريت اسيب المكان لان استكترت عليه التمن ده مش ما يستحقش، واضطريت اروح لاي حته انا كان معايا حاجتي. فانا ما كنتش انا كنت قاعد بدور بس انا ما قررتش، فانا قلت هقعد يوم اكسترا كده عشان اشوف الدنيا فيها ايه. فقعدت في مكان يعني بس كده، فكان في حدود تقريبا 40 حاجه زي كده يعني. فالمكان ده الحاجه الوحيده اللي كانت فيه بصراحه وده اللي ممكن يزود تمن ليها، بس هو ما يزودش للمكان، هو يزود للميزه دي، ان الصوت كانك قاعد لوحدك، كأن يعني في خصوصيه. بس المكان حرفيا 2 في 3 حاجه كده عبيطه يعني. انا بس كنت حرفيا عايز احط حاجتي وانزل اشوف حاجات، وكسلت ساعتها واضطريت اخد كمان يوم. وتاني يوم ده انا كنت خلاص مش قادر، اللي هو انا لازم اطلع من هنا. المكان كان صغير قوي، حرفيا بقول لك 2 في 3 حاجه زي كده، فكان صغير قوي.
فانت تحط في دماغك لو اليوم طبعا اللي هو بيقول لي اسبوع ب 300 برضو لا يستحق 300. يعني انا كنت بس عايز افهم منه حدود الحاجات عشان لما اجي اعمل لكم الفيديو ده. بقول له شهر، قال احنا بنحجز هنا شهر، وعنده حق، المكان ده ما يتعدش في شهر مستحيل، الا يعني للشديد القوي بنقول. هو بيقول اسبوع بحدود 300 300 تقريبا 300 وحاجه، بس انا عقلي بيمسح 300 وحاجه دي. يعني بص تكبيرك معايا، حتى لو انا شايفك ما تستحقوش هتقول 300 في حدود اسبوع. طبعا في الاولاني اللي هو كان زي ده بس ما فيهوش طبعا، ما كانش نفس مساحته، بس كان نقول نفس الفئه بتاع ده. هو برده مش هعتبره نفس فئته، هو بس ثمنيا كانوا عاملين نفس فئته. كان في الاوبشنز اللي هي ايه، الاسبوع ب 600 وحاجه، 600 وحاجه او 700 وحاجه، لا يستحقها برضو، لا يستحقها، ده فاهمين؟ فركزوا في الحته دي يا جماعه. طبعا 1000 وتحط في دماغك ان هيحطوا ساعات 300. هي كانت 100. يعني انا اخويا كان جه هنا من تقريبا سنه، كانوا حاطين الفي اللي بياخدوها دي 100. هقول لكم بقى قصتي كويس، انا معلش طولت معاكم، بس انا لازم اقول لكم كل حاجه عشان نخلص من القصه دي خالص. انا اصلا كنت رايح لكومباوند في برج، وكان في حدود 1800 سوري 1400 ودخل على 1500 1477 دخل على 1500. كان لقطة جميل. وساعات كتير بقى الموقع يقول لك طبعا، شوفوا الفيديو اللي فات بتاعي اللي انا بقول لكم انا كنت هتدبس في 4000 داخل على 5000 بسبب بوكينج بدوس عليه بيقول لي التمن هتدفع 1400، بدوس بيكون كاتب لي حته صغيره قد كده ان التمن اتغير لكذا، فاما انت بتدوس بيسحب من الكريدت عندك، سحب مني 4000 وايه، يبقى انا كنت هدفع نقول بكتيرها 2000، خد ضعفها او ضعفينها، كان داخل على 5000. فركزوا قوي في الحته دي يا جماعه قبل ما تدوسوا على اي حاجه في بوكينج بقى بيستهبل. وحصل معايا نفس الغلط في التاني اللي انا كنت هروح له، لان اول ما دوست انا ما دوستش، انا دخلت بشوف مش عارف ايه اللي خلاه هو بيقول زي تشيك دي اللي انا بشوف بس الدنيا فيها ايه، ما قلتش خلاص باي او اي حاجه، حسب لي انا دفعتها. فانا اضطريت ان انا اروح مسافه عن هنا تقريبا زي 20 كيلومتر حاجه زي كده، فبياخد زي نص ساعه من هنا، بياخد زي نص ساعه، يبقى اكتر من 20 كيلومتر، بياخد زي نص ساعه تلت ساعه نص ساعه. المكان كان ب 1400. الراجل باعت لي على الواتس انت هتدفع 2005. طب ليه يا بابا؟ عشان بيقول لي كوميشنز. ايه كوميشنز دي؟ فخلي بالك يا جماعه من الحاجات دي، ركزوا في الحاجات اللي على النت خاصه. انا جبت المكان ده لان انا كنت جاي له لقيت عنده الاتمان دي. طبعا هو حط الكوميشن اللي هو انا بيسميه فيه بتاع السياحه، بس هو ده اللي ليه يقعد يقول لي بقى كوميشن، كاتب لك 2 كوميشن كده، وفي واحد كمان كوميشن اكتر من التاني اللي هو بتاع الدوله نفسها اللي هو نفسه. طب انا مش جاي بتاع عقارات حضرتك، انا باخد من الموقع. انت يعني هو الموقع هو اللي يعتبر الشخص اللي بيجيب لي العقارات، فانا عشان كده بدي فلوس لكده. اما انت بتاع ايه بتاخد الزياده دي؟ فركزوا في الحته دي. فانا اضطريت بصراحه، لقيت الراجل بعت لي كده، قلت للراجل بتاع بولت اللي هو بتاع العربيه لو سمحت رجعني كده ووديني المنطقه دي. خلصت القصه. يخبط راسه في اقرب حيطه، لانه بيستهبل التمن، ما ينفعش تحط عليه فيز نص تمن اللي انا رايح له. ايه الفرق بينك وبين، طب ما انا كنت اخد بقى في برضه في برج هنا او في حته برضه بنفس التمن ده قريب مني وفي وسط البلد، انا رايح لك بعيد، او انت كل ما تابعك بتدفع اقل. فيعني دي القصه عموما. فحط في دماغك انك اول ما تيجي هنا انت هتدفع حاجات تورست ما تتخضش منها دي، ولكن اتخض لو المكان مش مهيأ في التمن اللي انا قلت في 1600 ل 2000. المكان لازم يبقى فيه تقريبا، بس حسب يعني مكان لو اوتيل نقول 8 ادوار، هيبقى فيه تلاجة، هيبقى فيه الحمام، نقول طبعا الفوط والحاجات النظافة دي كلها دي لازم. لو في كومباوند اللي انا شفته ان ممكن يبقى اغلى ومفهوش تلاجة، ليه؟ عشان هو بيديك خدمات تانية. زي ايه الخدمات التانية؟ زي حمام سباحة، زي جيم. الحاجات دي مهمة يا جماعة. الحاجات دي هنا انت برضو بتدفع لها برا تمن وقدره عشان تشترك شهريا، او ما بيدوش شهريا، هو بيرتب 6 شهور تقريبا. اللي انا عرفته بيبدأ من 200 رينجت لل6 شهور،
والست شهور دي بتبقى براند هنا، مش فاكر البراند، هبقى اقول لكم البراند دي، هعمل عليه فيديو تاني على الجيمات والحاجات اللي هنا يعني تدفع لها ايه. الجيمات هنا ليها كذا فرع، فانت ممكن لو هتدفع 200 دي ل6 شهور، ممكن لو انت نقلت في مكان تاني تلاقي في نفس منطقتك الجيم ده وتدخل بالعضوية بتاعتك في اي حتة، ودي اظن حاجة معروفة دلوقتي. فدي برضو من الحاجات المهمة اللي انت حطها في دماغك. ايه تاني؟ فانا بقول لكم بيدي خدمات تانية، عشان كده ممكن ما يكونش فيه تلاجة، بس غالبا الشقة اللي انا كنت هاخدها في المكان اللي كان 5000 دي، عشان انا روحوا في فيديو هتفهموا انا حاجات كتير اللي انا رحت كلمت راجل قال لي بص انت في اوحش الاحوال احنا هنرجع لك فلوسك، بس احنا ممكن نخليك تروح مكان تاني. هو معنى كلامه كده بس ما كانش موضح قوي كده. فعرفت ان الشقة هنا كان فيها تلاجة ب2200 في كومباوند، في حمام سباحة، في تقريبا جيم ساعتها، بس انا ما عجبنوش عشان صراحة كان ماسكه هنود، وحسيت شوفوا قصتي اللي فاتت، فانا حبيت ان انا اقول لكم الحاجات زي ما هي بتحصل هنا يا جماعة. فانا كلمتكم على الفنادق، كلمتكم على الاسعار. اليوم اقل حاجة في حياتك هنا هتاخدها في الوقت اللي انا فيه في 2026 بتبقى في حدود داخل على 50 رنجت في الليلة، وفما اكثر بقى، فما اكثر. لو هتقعد اسبوع هتدفع اقل، لو هتقعد شهر هتدفع اقل اكتر، وهكذا. بس لو يوم بتبقى اكتر حاجه الاكستريملي هاي برايس بيبقى في اليوم. وزي ما قلت لكم المكان اللي انا قعدت فيه لا يستحق، وقال لي 100 وي. المكان ده انا هديه في اليوم بكتيرها 50 حاجه و50. مش بقول المكان وحش يا جماعه، بس بقول لكم اللي كان فيه حاجات مهمه فيه زي البرايفسي دي كانت معدومه. فدي طلعت حاجه انا ما تخيلتش، اللي انا اصل انت ما بتقعد شهر غير ما بتقعد يوم، انت بتقعد يوم ما بتهتمش يحصل اي ما يحصل، فانت هتاخد حاجتك هتنام وتمشي. اما لو بتقعد شهر لا، انت بتهتم بحاجات انت كنت شايفها زي البرايفسي زي ما قلت لك، النظافه. الحاجات دي مهمه جدا، الحاجات دي مهمه جدا جدا. لو كاتل حاجه بسيطه، يعني المكان اللي انا رحته ب40 ده ما كانش فيه كاتل، الحكايه دي كانت مؤثره معايا مع اني قعدت يومين. ما تعرفش تعمل اي حاجه. لو انت مثلا عايز تعمل في النص الليل مثلا انت جايب اندومي او حاجه اللي هو بيتعمل على طول، ده مش هتعرف تعمله. لو عايز تعمل حاجه سخنه مش هتعرف تعمل، وهكذا. فالحاجات دي بتبقى مهمه. بس انا كده خلصت الفيديو ده للفنادق. ولو عايزين اي تفاصيل او ما ذكرتش حاجه في اللي انا ذكرته ده عشان انا دلوقتي كنت مركز قوي على الادمان، قولولي وانا هحاول ان انا ارد عليكم. طبعا هنا بيفهموا انجليزي، فانت بخير يعني. هنا اي حاجه هتتواصل معاهم هيفهموك وخير يعني. بس هوقف الفيديو لغايه دلوقتي واشوفكم في فيديو تاني.